أنا اسمي نريمان عيد. النهاردة هنتكلم عن قصر عابدين. قبل ما نتكلم عن القصر وقبل ما نتكلم عن كل حاجة فيه، هتكلم وأقول بس كلمتين عن مصر عموما. مصر فيها أماكن حلوة جدا جدا جدا، يعني أماكن أنا عن نفسي وأنا مثلا قبل ما أتوسع في المجال ده، أو قبل ما إن أنا أستكشف يعني أماكن جديدة وأفضل أدور عن أماكن وكده. فأنا ما كنتش شايفاها خالص، ورغم إنها قريبة مننا كلنا بس إحنا يعني ما بنهتمش قوي. القصر ده هو قصر حلو جدا جدا جدا. هو قصر للعصر الحديث. هو يسمى قصر عابدين، وهو ما اسموش قصر عابدين كده عادي، لا هو نطقه صحيح يعني قصر عابدين. حابة أضيف بس حاجة، إن المكان هو مريح للنفسية جدا، ويعتبر خروجة حلوة جدا، أو يعني مكان جديد إن احنا نزوره مثلا. مش جديد طبعا، هو مكان يعني كنوع من انواع التجديد. احنا دايما بنخرج خروجات يعني تانية او مختلفة عن الخروجات دي، مش بنهتم دايما بالجانب ده قوي، او بنحس ان الناس مش بتميل قوي للقصور والمتاحف والكلام ده. المتحف سعر التذاكر بتاعته يعني حلوة جدا. المتحف ده للمصري ب20 جنيه، والطالب المصري ب10 جنيه، والأجنبي ب100 جنيه، والطالب الأجنبي ب50 جنيه. مواعيد الزيارة بتبقى كل يوم الساعة 9 للساعة 5 مساء. القصر ده اللي عمله واللي بناه هو الخديوي إسماعيل، اتبنى في عهد الخديوي إسماعيل، وده يعتبر في العصر الحديث. الخديوي إسماعيل اشترى قطعة من الأرض بالتواصل مع ورثة عابدين بك. هو اشتراه طبعا منهم، اشترى الأرض دي، وكانت الأرض كلها مجملها إن هي 25 فدان. بس القصر ده اتبنى بس على مساحة 5 فدان، وباقي المساحة الباقية يعني كانت موجود عليها بقى الأشجار والحدائق يعني وكده. فيها طبعا نباتات وأنواع من النباتات والأشجار النادرة اللي مش موجودة مثلا في مصر، أو اللي مش يعني فيها أنواع معينة نادرة كده مش موجودة في مصر، ومش موجودة في أماكن تانية كتير، مش منتشرة يعني. الحدائق زي ما احنا بنشوفها كده دلوقتي هي حلوة جدا، المساحة بتاعتها حلوة جدا. كان يعتبر كمساحة خضراء بتريح النفسية للناس اللي بيزوروا المكان. دلوقتي احنا مثلا هنتكلم عن القصر ده اتبنى امتى. هو يعتبر اتبنى من 1872. القصر ده كان اتبنى لمدة 10 سنين، يعني فضل يتبني يعني تحت الإنشاء لمدة 10 سنين. طبعا اللي صمم القصر ده 2 مهندسين فرنسيين. آه، حابة أقول إن القصر ده استقر فيه 6 حكام متتاليين، بداية من الخديوي إسماعيل لغاية الملك فاروق، وهو كان آخر من سكن القصر من أسرة محمد علي. بيتكون قصر عابدين من 550 غرفة وقاعة، من بينهم السلاملك، وهو مقر الحكم الملكي والمقابلات الرسمية، والحرملك اللي هو مقر إقامة العائلة الملكية. أول ما ندخل من الباب الرئيسي هنلاقي البهو الرئيسي. طبعا هو شكله مبهر جدا جدا جدا. فيه أعمدة معمولة من الرخام، ديزاين الأساس والقصر من الداخل يعني شكله حلو جدا. هنا هنلاقي الشعار بتاع المملكة المصرية. مرورا بده هنلاقي التماثيل اللي بتزين القصر، خاصة كمان الأعمدة اللي مصنوعة من الرخام. الأعمدة شكلها حلو جدا. في نهاية البهو الرئيسي هنلاقي سلم المرايا. السلم ده بيوصلنا للطابق التاني، بيزين مركزه تمثال للملكة مارجريتا ملكة إيطاليا. سلم المرايا بيوصلنا للممر اللي بيؤدي لقاعة قناة السويس، هي أهم وأقدم قاعات القصر ده. هنلاقي في القاعة دي لوحات بتعبر عن افتتاح قناة السويس.
اللوحات شكلها حلو جدا، وهي معمولة مرسومة يعني على ايد فنان فرنسي برضو. الخديوي اسماعيل طبعا لما يجي يعمل الاساس للقصر ده هيختار اشهر حد يعني متميز في تصميم الاساسات، فهو فعلا اختار اشهر مصمم اساسات في فرنسا اسمه فرانسوا لينج. احنا مش هنقول ان المصمم ده صمم قطع بس نادرة، لا هو ما صممهاش، هو فعلا ابدع فيها وابدع في تصميمها. احنا هنمر بيها في جولتنا. منها طبعا من القطع دي مكتب الملك اللي هو فيه كرسي بخمس ارجل. دي ساعة نابليون، كانت هدية من الامبراطورة اوجيني للخديوي اسماعيل، كانت بمناسبة افتتاح القصر. ده صالون العلماء. الخديوي اسماعيل علشان يبين اهتمامه بالعلماء صمم ليهم صالون خاص بيهم، تقدير ليهم يعني ان يكون ليهم مكان مميز يستقبلهم فيه. دلوقتي في 4 صالونات من اهم الصالونات في قصر عابدين. اول صالون هو الصالون الاخضر، موجود فيه مدفأة مصنوعة من الرخام وساعة فرنسية. الصالونات دي اتسمت بألوان الجدران بتاعتها. هنلاقي في الممر الفاصل بين الصالون الأخضر والأحمر في فازة. الفازة دي بتشرح شجار. الشجار هنا يعني شجار ما بين زوج وزوجته. الشجار هنا ده في بدايته، وفي نهاية الشجار ده هنلاقيه في قاعة تانية موجود الفازة التانية يعني بتوضح نهاية الشجار ده وصل لغاية ايه. هنا ده دلوقتي الصالون الأحمر، هو من أهم الصالونات لأن ضيوف الملك كانوا بيستنوا فيه. قطعة فنية تاني للمصمم الفرنسي فرانسوا لينج. القطعة دي مصنوعة من مايكرو موزايك اللي هي الفسيفساء الدقيقة. احنا مش هنلاحظها قوي قوي ان هي فسيفساء دقيقة من كتر براعة الفنان ده. هي بتتكلم عن المعالم في ايطاليا ومدينة الفاتيكان. نوصل للصالون الازرق، موجود فيه مدفأة وساعة. هنوصل دلوقتي لقاعة الاجتماعات الرسمية. القاعة دي كانت بتدور فيها أحداث سياسية كتير، أهم ما يميزها الطاولة البيضاوية دي اللي حواليها 22 كرسي. دلوقتي هنوصل لمكان حلو جدا اسمه الحديقة الشتوية. المكان ده مش هنحسه كمكان أول ما ندخله، المكان ده بنحسه كأنه لوحة احنا موجودين جواها بنتفرج على جمالها وعلى تصميمها وبراعة الديزاين الداخلي للمكان والأساسات اللي موجودة فيها مع الأشجار والأماكن الخضراء يعني قصدي المساحة الخضراء البسيطة جدا اللي في المكان. حلو جدا. هي كانت المكان المفضل للملك فؤاد في الشتاء. غير كده أهم ما يميزها السقف الزجاجي اللي كان بيدخل الضوء دايما في فصل الشتاء، خاصة هما يعني هو بيدخل الضوء يعني في السنة كلها، بس هي سميت الحديقة الشتوية لأن الضوء وأشعة الشمس كانت بتخلي المكان ده دافئ. دلوقتي قاعة محمد علي باشا، قاعة من أهم وأكبر القاعات في قصر عابدين. ميزة القاعة دي بقطع أساس نادرة من طراز لويس السادس عشر، وفيها كمان لوحة إزاحة الرمال عن أبو الهول اللي قام برسمها المستشرق الفرنسي شارل تيودور. ودي دلوقتي الفازة اللي احنا ذكرناها قبل كده اللي بتروي نهاية القصة السعيدة ما بين الشجار بين الزوجين، اللي كانت أول القصة كانت موجودة في الممر اللي بين القاعة الحمراء والقاعة الخضراء. دلوقتي هنوصل لقاعة الطعام الرئيسية. هي تعتبر القاعة الأولى اللي بتتميز بالطابع العربي، وكمان بتتميز بزخارف وأساس إسلامي. أكتر القطع بقى اللي موجودة في القاعة دي هي مصنوعة في مصر، وهي مصنوعة في عهد عباس حلمي الثاني. موجود على جدران القاعة دي حكم وكتابات عربية، من أفضلها أو أقربها لقلبي حكمة مكتوبة على الجدران، وهي اللي هي: رأيت جميع البر
فلم أرى برا أفضل من الرحمة. في القاعة دي حصل كتير من حفلات الزفاف لأفراد الأسرة المالكة، استقبال ملوك وحكام من أوروبا والعالم، وكمان كانت بتقام فيها الإفطار في رمضان، شهدت إفطار كتير جدا في رمضان. المكان ده بقى كان بيفرض على الحاضرين الصمت، لأن المكان ده كانت بتشتغل فيه الموسيقى بأجمل الأغاني طبعا وأفضل الكلمات. وده مسرح قصر عابدين. الديزاين بتاع أساس مسرح قصر عابدين كان حلو جدا. أنا قلت حلو جدا وهقول مميز جدا، لأن وقفت على المسرح ده أم كلثوم، كانت بتقيم حفلاتها للأسرة المالكة في قصر عابدين. أم كلثوم وقفت على المسرح ده. دلوقتي هننتقل من المسرح، هننتقل للصالون الأبيض. الصالون الأبيض هو مش من أهم الصالونات الأربعة، لا هو أهم الصالونات الأربعة، يعني أكثرهم أهمية. الصالون ده بقى كانوا بينتظروا فيه أهم الشخصيات اللي هيقابلوا الملك. أوضح هنا إن قطعة الأساس دي قطعة نادرة، موجود منها بس قطعة تانية في قصر فرساي في باريس. هنضيف هنا إن الجدران ده جدران نادر جدا من القرن ال18. الجدران ده فضل 10 سنين يتم ترميمه. ليه يعتبر الصالون الأبيض من أهم الصالونات؟ لأن هو قريب من قاعة العرش. الملك فؤاد هو اللي أمر ببنائها علشان يتوج فيها كل ملوك المستقبل. طبعا لازم نذكر الفنان الإيطالي فيروتشي. الفنان ده هو اللي أبدع في تصميم السقف وتصميم الجدران والنجف والديزاينز اللي موجودة كلها في قاعة العرش. ننتقل دلوقتي لفازة السير. هي ليها قاعدة متحركة وهي مقاومة للزلازل. في نهاية القاعة هنشوف كرسي العرش وكراسي الوزراء وكرسي محمد سعيد باشا اللي حكم مصر قبل الخديوي إسماعيل. في الجانب التاني موجود فيه كرسي الملك ناظم. دلوقتي هننتقل من قاعة العرش، هننتقل لممر الصيد. ممر الصيد الجدران بتاعته فيها لوحات للصيد اللي كان بيتم. دلوقتي هننتقل لصالون الخديوي إسماعيل، وهو من الأهم الصالونات التاريخية. هنا في تحف عظيمة القيمة الفنية بتملأ الصالون ده، وهنا الخديوي إسماعيل عقد فيه بعض المناسبات الشخصية لأبنائه، يعني حفلات زفاف. دلوقتي احنا خلصنا الجزء الخاص بالسلاملك، احنا دلوقتي في الجزء الثاني من قصر عابدين اللي هو الحرملك. الممر الفاصل ما بين الحرملك والسلاملك في مقتنيات للملك فاروق من أغلى المقتنيات. المقتنية دي كانت لحفظ الاسطوانات ودي لفرانسوا رينج.
دلوقتي احنا هنوصل لجناح الملكة الأم الملكة نظمة. الجناح ده اللي صممه المصمم الإيطالي فيروتشي، كان بأمر من الملك فؤاد. وفي الجناح ده اتولد الملك فاروق 1920. الجناح ده بيتكون من 4 أقسام: غرفة النوم، غرفة الملابس، وكمان الحمام الملكي. هنا هنوصل للقاعة البيزنطية. القاعة دي من أروع تصميمات فيروتشي، واللي صنفت من أجمل القاعات في العالم، وكل ركن فعلا فيها يعني يعتبر لوحة فنية أبدع فيها الفنان فيروتشي. الصالون ده بيجمع 3 فنون مختلفة. أول فن الفن البيزنطي في الجدران الأساس، والفن القبطي في بعض الأيقونات، والفن الإسلامي في أعمدة القاعة. القاعة دي في 17 نوع من أنواع الرخام المختلفة. القاعة دي اتعملت لمدة عامين، يعني فضلت إن هي تتصمم وتنشأ لمدة عامين. دي بس إن الكراسي اللي فاتت دي مصنوعة من ريش النعام. موجود هنا وجوه من الحيوانات، هي بيقال إنها موضوعة لطرد الأرواح الشريرة. ننتقل من القاعة البيزنطية للجناح البلجيكي. من اسمه يعني إن هو اتسمى الجناح البلجيكي لأن أول من أقام فيه ملك بلجيكا. موجود فيه مكتب نادر. المكتب ده بيتميز بأدراج سرية عددها يوصل ل17. هنا جناح الملكة فريدة، هي كانت الزوجة الأولى للملك فاروق، واللي بقى بعد كده الجناح الخاص بزوجته الثانية ناريمان، ده بعد انفصال الملك فاروق والملكة فريدة. هنلاقي موجود على الجدران صورة للملكة ناريمان بثوب زفافها. هننتقل لجناح الملك فاروق. بتتميز جدران الجناح بالبساطة وجمال التصميم. دلوقتي حجرة الطعام الخاصة، العائلة الملكية كانت بتلتقي كل أفرادها في مواعيد. هنا لو ركزنا في السقف هنلاقي الحروف الأولى للملك للخديوي إسماعيل والملك فؤاد. كده احنا خلصنا جولتنا في قصر عابدين. قصر عابدين يعتبر تحفة التاريخ وإلهام المستقبل. أتمنى إن الشرح يعني يكون عجبكم، والجولة تكون عجبتكم وخدتكم من مكان لمكان تاني. حقيقي أنا بتمنى إن احنا نزور الأماكن اللي زي دي، لأن الأماكن دي فعلا الزيارة فيها يعني غيرنا حلوة جدا، هي بتفتح مساجد. لو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنت